خرجنا من افضل ليالي السنه وداخلين على افضل ايام السنه. ربنا بينزل لنا رحمات وبيقول لنا تعرضوا ليها. وخلينا متفقين على نقطه، ان ربنا قال في كتابه انا اللي برزق وانا اللي بوسع الرزق وانا اللي بضيقه. وسيدنا النبي قال ان العبد بيتحرم الرزق بسبب الذنب. ومن ضمن الرساله اللي ربنا بعتها لنا ان لو عايز الدنيا والاخره لازم حسناتك تبقى اكتر من سيئاتك، وقتها هيحقق لك الوعد. ولو عايز الدنيا بس بيديها لك ومالكش حاجه في الاخره. وعرفنا ان الصغائر بتتكفر بين الصلوات والصيام رمضان والاستغفار بشرط واحد، ان انت تكون بعد عن الكبائر. ومعنى كده ان ذنب واحد من الكبائر مخلي سيئاتك اكتر من حسناتك، فالحل الوحيد ان انت توقفها فورا. ربنا هيبدل سيئاتك لحسنات، وقتها الكون بياخد امره وبتتهيأ الاسباب عشان الوعد يتحقق لك وتتنعم في الدنيا وفي الاخره. وربنا هيسالك لان انت في الدنيا فتنه، هتصدق فينا وفي كلامنا ولا لا؟ ومن ضمن كلام ربنا رزقك عندي في السماء وانا اللي بجيبه لك، هتصدق ولا لا؟ فانت حققت الشرط، ربنا بيأذن وقتها وبيحقق لك الوعد. اللي بيجي له شغل بمرتب عالي واللي بيجي له ورث كبير، ايا كان السبب اللي ربنا هيساله لك هيسالك وقتها مين اللي جاب لك الرزق ده. ان قلت ربنا زي ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. اي نعمه عندي او عند اي حد من خلقك انت يا رب اللي جايبها. هنا انت نجحت وهيزيدك وسنجزي الشاكرين. وان قلت انا اللي جايبها وبذكائي وبشطارتي زي ما قارون قال انما اوتيته على علم، ربنا ساله برضه قال له انا اللي جايب كل ده. فخسفنا به وبداره الارض، ربنا خسف بيه الارض وقال له هاتها تاني. وربنا ذكر لنا القصه دي عشان ناخد منها العبره. اذا النقطه اللي ربنا بيوضحها لنا في القران ان لو حسناتك اكتر من سيئاتك هيديك الدنيا والاخره، ولو سيئاتك اكتر من حسناتك بس برضه عايز الدنيا والاخره هتلاقي مشاكل وهتلاقي بلاء لحد ما تحقق الشرط. ده اللي ربنا ذكره في القران وده وعده وده كلامه. ايه بقى فضل الايام دي؟ الايام دي اكتر ايام ممكن تجمع فيها حسنات، والحسنات يذهبن السيئات. يعني جمعت مليون حسنه بتتمسح مليون سيئه، فانت عندك فرصه كبيره ان انت تخلي حسناتك اكتر من سيئاتك فتتنعم في الدنيا وفي الاخره. وربنا خلى الاعمال مضاعفه في الايام دي. يعني لو قلت استغفر الله مره واحده كانك قلتها بعدد كبير جدا، زي واحد بيعبد ربنا 80 سنه انت عملتها في يوم. لو انت فاكر انها بالاسباب هتطنش، لو انت قريت كلام ربنا وعرفت ان هي مش بالاسباب وان هي بالذنوب والحسنات ما هتسيب لحظه في الايام دي. شهر ذي الحجه من الاشهر الحرم زي الكعبه بالظبط، اسمه البيت الحرام. الحسنات مضاعفه والسيئات مضاعفه. الصلاه عند الكعبه ب100,000 صلاه. طب ينفع تروح تشرب خمر عند الكعبه؟ انت هنا بدل ما بتتعرض لرحمات ربنا انت بتتعرض لغضب ربنا. والاشهر الحرم زيها. فاللي بيسال ليه اذكر ربنا كتير؟ ليه اصلي في جماعه مش لوحدي؟ ليه اصوم ايام مع ان ربنا مش فارضها؟ انت بتحاول تجمع حسنات تمسح السيئات اللي موقفه حالك. واللي يوقعك في الكبائر زي الغيبه مثلا لازم تبعد عنه لحد ما يتخلص من الموضوع ده. ذنب واحد من الكبائر كفيل ينزل عليك بلاء في الدنيا ويدخلك النار في الاخره لو ما تبتش منه، لان هو هنا خلى سيئاتك اكتر من حسناتك. في ناس يوم القيامه هتقول ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. اكتشف ان هو شده معاه. انما تقعد مع حد يوقعك في الكبائر ده عمل اللي الشيطان ما عرفش يعمله. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه العمل فيهن من هذه الايام العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. احسن ايام ممكن تعمل فيها عمل صالح واحسن ايام ممكن تجمع فيها حسنات. بل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعدها. اللي هيصوم يوم عرفه ربنا هيكافئه بانه هيغفر له سنتين. بل خير الدعاء دعاء يوم عرفه. احسن وقت تدعي فيه في السنه كلها هو اليوم ده، زي ليله القدر بالظبط، ولكن ده يوم وده ليله. اليوم من الفجر لحد المغرب، الليله من المغرب لحد الفجر. وخير ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبرضه ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه. اليوم ده ربنا بيعتق فيه اعداد كبيره جدا من النار. تعرف ده معناه ايه؟ ربنا وضع قانون يوم القيامه فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. اللي حسناته اكتر من سيئاته هيدخله الجنه. ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. واللي سيئاته اكتر هيدخل النار للابد. فاذا ربنا عتقه من النار، يعني مسح سيئاته وخلى حسناته اكتر من سيئاته، يعني حقق له الشرط. هيلاقي نفسه بيتنعم في الدنيا وفي الاخره. طب رجع للكبائر تاني، هو اللي اختار. طب نعمل ايه في الايام دي؟ يعني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اللي هيلزم الاستغفار ربنا هيخرجه من اي مشكله هو فيها وهيديله كل حاجه. لازمه يعني طول اليوم. ربنا قال في القران وسبحوه بكره واصيلا، طول اليوم. ولكن سيدنا النبي قال اكثروا من التحميد والتهليل والتكبير. فهنخلي كل يوم ذكر. معانا اول 8 ايام، بعد كده يوم عرفه اليوم التاسع، بعد كده يوم النحر ويوم العيد اليوم العاشر. في اول 8 ايام خلي كل يوم ذكر وتردده طول اليوم، وخلي فيه ورد من القران يوميا. ولو تقدر تصوم هي من الاعمال الصالحه، جمع حسنات على قد ما تقدر. وحاول تصلي في جماعه. صلاه الجماعه خير من صلاه الفذ ب27 درجه. الاثنين صح ولكن دي درجه اعلى، حسناتها اكتر. انت من بيتك لحد المسجد انت على كل خطوه حسنه وعلى كل خطوه بتغفر سيئه، وانت راجع نفس الكلام. بعد الصلاه الملائكه بتدعي لك وبتستغفر لك ربنا. بل وانت بتقرا الفاتحه كل واحد بيقرا الفاتحه بيدعي للناس اللي بتصلي معاه اهدنا الصراط المستقيم. انت لو ذنوبك معطله استجابه الدعاء، وارد من الناس اللي انت بتصلي معاهم واحد دعاء مستجاب. وحاول تتصدق على قد ما تقدر. اليوم التاسع هو يوم عرفه، الصيام وبيكفر سنتين. خليه للدعاء. سيدنا النبي بيقول خير الدعاء دعاء يوم عرفه. ده يوم دعاء. جمع كل اللي انت نفسك فيه واطلبه في اليوم ده. في ملف دعاء هسيبه في اول كومنت للي حابب. اليوم العاشر هو يوم النحر لو عندك مقدره.
مقدرة. في اول 8 ايام هنمشي بحديث من لازم الاستغفار، ولكن كل يوم ذكر. ربنا سبحانه وتعالى قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عشان تفلحوا في الدنيا وفي الاخره اذكروا ربنا كتير. فاذكروني اذكركم. اللي هيذكر ربنا ربنا هيذكره في الملأ الاعلى، واللي ربنا بيذكره في الملأ الاعلى بيغفر له، واللي بيغفر له بيديله كل حاجه. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. دايما ربنا بيأكد على الكثره، والنبي قال اكثروا من التحميد والتهليل والتكبير. مش لازم عدد معين، ولكن نكتر على قد ما نقدر. فانت تشوف ايه اكتر ذكر ربنا بيحبه وليه حسنات كتير وتلزمه طول اليوم ولو في سر. يعني مثلا اول يوم الاستغفار، ثاني يوم الصلاه الابراهيميه، ثالث يوم تاج الذكر، رابع يوم الباقيات الصالحات، خامس يوم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سادس يوم اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سابع يوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ثامن يوم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. واليوم التاسع هو يوم عرفه. خلي لي الدعاء، جمع كل الادعيه لليوم ده. واليوم العاشر هو يوم النحل لو عندك مقدره، هو يوم العيد. واعرف ان انت هنا كده تعرضت لرحمه ربنا، مستحيل تخرج من الايام دي الا وهو جابر بخاطرك.